المعيوف ينتقل من الهلال إلى الاتحاد، واتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم سالم الدوزري من الهلال، والهلال يعلن تجديد تعاقد الدوزري حتى 2027. وميتروفيتش ما شاهدته في الهلال أمر لا يصدق، وجميع صفقات الهلال السعودي 2023 الرسمية. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم رسميا تعاقده مع حارس المرمى الدولي عبد الله المعيوف، وذلك بعدما قرر عدم الاستمرار مع الهلال. وكتب المعيوف صاحب 26 عاما عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا: الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد، أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة. وتابع: إن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات. وكان المعيوف طلب من الهلال تجديد عقده لمدة 3 سنوات قبل موسم من نهايته، ولكنه لم يجد موافقة على طلبه. وفي التوقيت نفسه تفاوض مع الاتحاد من أجل ضمه خلال الصيف 2023، ووافق على شروطه بالتوقيع على عقد مدته 3 سنوات ليرتدي الحارس قميص النمور رسميا. وفرض المعيوف نفسه كأفضل حارس مرمى السعودي خلال السنوات الماضية بعد الإنجازات والبطولات التي حققها بداية مع الهلال الذي نشأ معه ودافع عن ألوانه بين عامي 2004 و2007 قبل أن ينتقل إلى الأهلي، حيث لعب بين عامي 2007 و2016 ليعود إلى الزعيم ويبقى في صفوفه حتى هذا الصيف. وعلى الرغم من ذلك لم يشارك المعيوف مع المنتخب السعودي في مونديال قطر العام الماضي بسبب خلاف بينه وبين مدربه السابق الفرنسي. وكان المعيوف قد خرج بتصريحات أكد فيها على أنه اعتزل اللعب دوليا ليتراجع عن قراره، وهو الأمر الذي لم يتقبله رونار ليصر على إبعاده عن الأخضر. وتضمن سجل المعيوف مع الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي 6 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين. ومع الأهلي فاز بلقب الدوري السعودي مرة واحدة، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، وكأس الخليج للأندية مرة واحدة. واتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم سالم الدوزري من الهلال. تقدم نادي اتحاد جدة بطلب رسمي لنادي الهلال السعودي من أجل حسم التعاقد مع النجم الدولي سالم الدوزري في إطار الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية. وأكد برنامج شوط السعودي أن نادي اتحاد جدة تقدم بطلب رسمي للهلال من أجل شراء أو استعارة اللاعب سالم الدوزري. تم رفض الطلب من قبل الهلال، لكن هناك محاولات جديدة من الاتحاد في الساعات المقبلة للظفر بخدمات اللاعب. وبحسب التقارير فإن هناك محاولات سوف تشهدها الأيام المقبلة قبل غلق الميركاتو الصيفي من جانب نادي الاتحاد للتفاوض بشكل رسمي مرة أخرى لضم سالم الدوزري من الهلال السعودي. ونجم الاتحاد يرحل إلى الشباب، وفي سياق متصل حسم نادي الشباب السعودي التفاصيل النهائية في التعاقد مع البرازيلي رومارينيو لاعب فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن قرر المدرب البرتغالي نونو سانتو رحيله عن النمور في ظل الصفقات العالمية التي ضمها النادي. وأكد الصحفي السعودي أحمد الجدي مراسل قنوات MBC وصحيفة الاقتصادية السعودية أن صفقة انتقال رومارينيو إلى صفوف الشباب السعودي تمت، ويتبقى حاليا الإعلان الرسمي عن الصفقة. وحسب التقارير فإن هناك اتفاقا كاملا من نادي الشباب مع رومارينيو للحصول على خدماته في الصيف الحالي، ومن المرتقب الكشف عن الصفقة بصورة رسمية في الأيام المقبلة. والهلال يعلن تجديد تعاقد الدوزري حتى 2027. أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد تعاقده مع المدافع الدولي ناصر الدوزري كاشفا عن فترة التعاقد. وأوضح الهلال في إعلانه الرسمي المقتطب الذي نشره عبر تويتر أن الدوزري مستمر ضمن صفوف الزعيم حتى عام 2027، ويشارك ناصر الدوزري مع فريقه بشكل أساسي إذ تواجد في المباريات الخمس الأولى منذ انطلاق بطولة الدوري هذا الموسم، ونجح في صناعة هدف وحيد. ويعتلي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد مضي 5 جولات برصيد 13 نقطة بفارق هدفين عن التعاون صاحب الرصيد ذاته من النقاط. وميتروفيتش ما شاهدته في الهلال أمر لا يصدق. تحدث مهاجم نادي الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن انطباعاته الأولى حول مسابقة دوري روشين السعودي بعد ثلاثيته الرائعة التي منحت فريقه ريمونتادا تاريخية أمام الاتحاد والفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أمسية
الجمعة 1 سبتمبر ضمن الجولة الخامسة من المسابقة السعودية. وقال متروفيتش في تصريحات حصرية لموقع يورو نيوز في نسخته الإسبانية: هذا الدوري لديه كل ما يحتاجه ليصبح أحد أفضل الدوريات في العالم في المستقبل، مضيفا: لديهم المرافق ولديهم جماهير، وأعتقد أن اللاعبين سيكونون أكثر استعدادا للقدوم إلى هذا الدوري، خاصة عندما ترى مباريات مثل هذه. يمكن أن يكون لكرة القدم مستقبل في هذا البلد. وأوضح نجم فولهام الإنجليزي السابق: هذه هي الليالي والمباريات التي أتيت إلى هنا من أجلها. لأكون صادقا، لم يسبق لي أن واجهت شيئا كهذا في أي دوري آخر هذا الجو لكل الفريقين. وتابع المهاجم صاحب 28 عاما: أعتقد أنها كانت مباراة مذهلة، وهذا بالتأكيد جزء كبير من سبب انتقالي إلى هنا. الاستقبال الذي أتلقاه من المشجعين وزملائي في الهلال أمر لا يصدق. واختتم متروفيتش بقوله: أنا سعيد للغاية، 3 مباريات مع الفريق و3 انتصارات. لقد بدأت البطولة للتو، ولكن أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. نحن نلعب كرة قدم جيدة، لقد خلقنا العديد من الفرص ولعبنا كرة القدم التي يريد الجميع رؤيتها. وكان متروفيتش قد انتقل إلى الهلال هذا الصيف قادما من فولهام لمدة 3 سنوات في صفقة كلفت خزينة أزرق العاصمة أكثر من 50 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية متنوعة. وظهر هداف صيربيا التاريخي للمرة الأولى بقميص الزعيم خلال مباراة الرائد أمسية الخميس 24 أغسطس، وسجل هدفا أسهم به في فوز فريقه برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. وانضم متروفيتش إلى كوكبة من نجوم كرة القدم استطاع الهلال التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزهم النجم البرازيلي نيمار جونيور والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والحارس المغربي ياسين بونو. يذكر أن الهلال عقب فوزه على الاتحاد رفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق الأهداف عن التعاون الوسيط، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المرتبة الرابعة. ونستعرض معكم جميع صفقات الهلال السعودي بالميركاتو الصيفي 2023 والتي تمت وإعلانها النادي بشكل رسمي في سوق الانتقالات الصيفية 2023. القادمون: الهلال يعلن رسميا التعاقد مع قلب الدفاع الدولي السعودي حسان تنبكتي صاحب 24 عاما قادما من الشباب. والهلال يعلن ضم المهاجم الصربي ألكسندر متروفيتش حتى عام 2026 مقابل 50 مليون يورو. والهلال يوقع مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو صاحب 32 عاما حتى 2026 قادما من إشبيليا مقابل 21 مليون يورو وراتب 15 مليون يورو سنويا. والهلال يعلن رسميا تعاقده مع نيمار من باريس سان جيرمان حتى عام 2025 مقابل 90 مليون يورو دون احتساب المكافآت، فيما سيحصل النجم البرازيلي على راتب 300 إلى 400 مليون يورو على مدار عامين. والهلال يعلن رسميا تعاقده مع البرازيلي مالكوم فيليبي قادما من زينيت الروسي مقابل 60 مليون يورو. والهلال يعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع سيرجي سافيتش من لاتسيو مقابل 40 مليون يورو، عقد حتى عام 2026 مقابل 20 مليون يورو سنويا. نادي الهلال يعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس. وكاليدو كوليبالي صاحب 32 عاما ينضم للهلال السعودي من تشيلسي مقابل 23 مليون يورو لتشيلسي. والبرتغالي روبن نيفيس صاحب 26 عاما يوقع للهلال من ولفرهامبتون في صفقة انتقال دائمة مقابل 55 مليون يورو. الراحلون: نادي الاتحاد يعلن تعاقده مع عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال. والهلال السعودي يعلن رحيل المهاجم موسى ماريجا عن الفريق. والهلال يعلن إعارة ماسيوس إلى نادي كروزيزو البرازيلي. وعبد الله عطيف يوقع لأهل جدة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الهلال. وحمد العبدان يوقع للخليج في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الهلال. والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو يغادر الهلال بعد نهاية عقده. والأرجنتيني لوسيانو فييتو يغادر الهلال بعد نهاية عقده.